اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض عجينة جميلة هشة وطرية وتنفع لجميع الحشوات. وبمناسبة ان المدارس خلاص على الابواب وولادنا طبعا بيبقوا مش عارفين ياخدوا ايه معاهم المدرسة، والامهات بتقعد تفكر احنا ممكن نعمل بالعجينة دي حشوة جبنة، حشوة بطاطس مهروسة زي ما بقولك، ومعاها شوية جبن، حبة زيتون معاها. المهم ان العجينة دي هتمشي معاكي في اي حشوة تتخيليها. دي تنفع لولادك وهم رايحين المدرسة، والعجينة بسيطة وسهلة. ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. المقادير: كيلو دقيق، معلقتين كبار من السكر، ذرة ملح صغيرة، بيضة، معانا نص باكو من البيكنج باودر، ونص باكو من الخميرة. انا دلوقتي اخدت مية للعجن، انا اخدت كوباية ونص مية دافية مش سخنة دافية، وحطيت معلقتين السكر، وهحط نص باكو الخميرة. هو كان عامل معايا معلقة ونص كده من الخميرة، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس. مش شرط بقى عجان، زي ما انتي عايزة ممكن تعجنيها بايدك او بعجان زي ما انتي عايزة. هاخد معاهم 6 معالق من الدقيق احطهم مع الخميرة، واسيبها 10 دقايق كده عشان تنشط. تمام، هقلبها كويس واسيبها. انا كنت عايزة يعني اعمل الخطوة دي، لان حسيت ان لما بعمل العجينة بالطريقة دي بتبقى كمان احلى من ما انا بحط المكونات كلها عليها. لما بحط على الدقيق البيكنج باودر او الخميرة وذرة الملح وكل المكونات دي، لما بحطهم بتبقى العجينة حلوة، بس لما تعمليها بالطريقة دي هتحسي باختلاف وتحسي ان العجينة فعلا احلى. دلوقتي انا سبتها 10 دقايق زي ما انا قلتلكوا، بعد كده فتحت عليها وقلت احط بقى البيضة معاها. ولما البيضة تتضرب معايا كويس قوي هبتدي ان انا اوقف واحط الدقيق. هاخد بقى كمية الدقيق كلها اللي هي كيلو دقيق، ده متعدد الاغراض عادي. هحط الكمية كلها، وطبعا المية الدافية بتاعت العجن دي ملهاش معيار، لان ممكن تاخد معاكي كوباية ونص، كوبايتين، ممكن اكتر، ده على حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه. فهمتي؟ دلوقتي هحط بقى ايه المعلقة ومعلقتين سوري معلقتين من البيكنج باودر وذرة الملح معاهم، وهبتدي ان انا اضرب بقى العجينة كويس قوي. لما العجينة بقى بتتضرب بقى معايا كويس وبحس ان هي خلاص كده اتعجنت، ببتدي ان انا اخد لها حبة زيت صغيرين بس الم بيهم العجينة زي ما انتوا شايفين كده، يعني يعتبر حوالي معلقتين زيت. ادخلهم معايا في العجينة عشان تتلم بس كده معايا وما تلزقش. كده العجينة بقت تمام معايا، انا شايفاها كده حلو جدا اهي. العجينة طرية ومش بتلزق في الايد، انا عايزاها بالطريقة دي. هسيبها بعد كده بقى تخمر، ولما هتخمر نبتدي نشكلها مع بعض. لما العجينة تخمر بقى معانا هبتدي ان انا اوضب الصلصة او الكاتشب اللي انا هحطه في العجينة، عشان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ميني بيتزا صغيرة، وهنعمل من بقية المكونات حاجات تانية، حشوات تانية بشكل تاني. في طاسة على النار حطيت حبة زيت صغيرين، وبعد كده حطيت الصلصة، وحطيت معاها شوية ملح وفلفل اسود وتوم باودر وحبة شطة وحبة بابريكا للون، بس علشان الطماطم عندي ما كانتش حمرا قوي. تمام، هسيبها انها تتسبك على مهلها كده على نار متوسطة، عشان مش عايزاها تغلي وتفور كده جامد، هتبقى على مهلها يعني، عبال ما كمان العجينة ما تخمر معايا. دلوقتي العجينة خمرت معانا اهي، ومعانا الصلصة اللي احنا سبكناها عشان تبقى الكاتشب، ومعانا فلفل اخضر مقطعينه، وجبنة موتزاريلا، ومعانا بطاطس مهروسة مسلوقة ومهروسة، معانا طماطم وزيتون وجبنة موتزاريلا ومعاها بيفي. يعني اي حشوة انت تحبيها هتنفع في العجينة دي زي ما قلتلك. لو حتى عندك جبنة فيتا، طماطم، زيتون، بقدونس معاها تقطعيه هتمشي برضو معاكي، لان العجينة دي مش مرتبطة بحشوة معينة زي ما قلتلك. دلوقتي انا هاخد قطعة من العجينة وهبتدي ان انا افردها. تفرديها بقى بالنشابة بتاعت العجين بأي حاجة عندك،
بالمردانة بأي حاجة هتفردي معاكي العجينة. المهم ان انتي هتخلي العجينة دي رقيقة، انا مش عايزاها ان هي تكون سميكة، انا عايزاها تكون نص سنتي، عشان دي احنا هنقطعها ميني بيتزا صغيرة. طبعا بأي حاجة عندك، كوباية صغيرة زي ما انا عملت كده، عندك قطاعة، عندك اي حاجة، يعني دي على حسب ذوقك. انا هنا عشان عايزة اعملها بيتزا صغننة، ميني بيتزا، جبت كوباية صغيرة عندي وقطعت بيها. انتي بقى لو عايزة تكبري عن كده بتجيبي كوباية تانية، بتجيبي فنجان، اللي انتي عايزاه بتقطعي بيه. بعد كده هبتدي اخد بقى الدوائر الصغيرة اللي انا عملتها دي في صاج مدهون مادة دهنية، سواء زيت او سمنة زي ما انتي عايزة، بس انا الصاج ده دهنه زيت. وابتدي اخد بقى الدوائر الصغيرة بتاعتي كلها ارصها في الصاج، وبعد ما اكمل بقية الصاج كله ابتدي ان انا احط له الكاتشب بتاعه او الصلصة اللي انا عملتها. تمام. هنا بقى هبتدي ان انا اشكل عجينة تانية هعملها غير البيتزا الصغيرة اللي انا عملتها. دي هعملها ازاي؟ هاخد شوية زيت وادهنهم كده على الترابيزة عشان تبقى العجينة سهلة معايا في الفرد، ما تبقاش صعبة، لان العجينة الاولانية اللي هي الميني بيتزا دي انا رشت لها شوية دقيق كده على الترابيزة. لكن العجينة اللي بقولك عليها دي انا عايزاها تكون رقيقة جدا، فعايزاها تمشي معايا حلو، عشان طبعا ابتدي ان انا اشكلها معايا وتبقى سهلة معايا في التشكيل. تمام. بعد ما فردتها هجيب سكينة وابتدي ان انا اساوي الاطراف بتاعتها، لان انا عايزة مثلث واحد يكون من كل الجناب متساوي. تمام. لان انا الحشوة دي انا هحشيها واعملها باتيه. تمام. هاخد معايا قطعة من العجينة اللي انا فردتها ديت وقطعتها كده بالسكينة، وهاخد بقى الحشوة معايا وهبتدي ان انا احط لها الحشوة بتاعتها اللي انا دي عاملاها. انا عامله لها بطاطس مهروسة زي ما انا قلت لكم، وهحط لها طماطم، وهحط لها فلفل وزيتون معايا وجبنة موتزاريلا. الحشوة دي بقولك دي بتاعتك انت، يعني مش شرط ان انت تعملي نفس المكونات في العجينة زي ما انا عاملاها، دي بتاعتك انت، حتى لو شوية جبنة وزيتون هتبقى برضو جميلة، ان العجينة حلوة زي ما انا قلتلك. دي احنا هنقفلها كلها عشان تبقى شكل الباتيه، هتكة كده عليها وهقفلها من الجناب علشان ما فيش حشوة من الجناب تطلع، وهاخدها تاني ايوه كده وهقفل بقى عليها، وبقية الزيادة بتاعت العجين هقطعها. بسويها بقى وابتدي ان انا اسوي الجناب بتاعتها، وده بيبقى شكلها النهائي. بجيب بعد كده صاج وادهنه بالزيت وابتدي ارص عليه قطع الباتيه اللي انا عملتها. تمام. وبعد ما برصها بقى بسيبها ان هي تخمر برضو زي الميني بيتزا ما انا سايباها كده تخمر. تمام. هخلص الكمية كلها وبعد ما اخلصها هرجع لكم تاني. دلوقتي انا هنا خلصت طبعا كمية الميني بيتزا. هبتدي ان انا احط لها الصلصة دي وهي على النار. انا طبعا نسيت ان انا اقول لكم ان انا حطيت لها معلقة صغيرة من السكر، دي لازم طبعا، دي لازم معانا معلقة السكر دي لازم ان احنا نحطها. دلوقتي انا هاخد الصلصة او الكاتشب اللي انا عملته واحطه في البيتزا زي ما انا قلت لكم. وبعد ما اخلص الصلصة فيها هبتدي ان انا احط بقى ايه الخضار اللي بالجبن كله على شكل البيتزا من فوق، اللي هو الجبنة الموتزاريلا، الجبنة البيفي معاها جبنة موتزاريلا، الزيتون، الطماطم، الفلفل. مش هحط طبعا البطاطس المهروسة، لان البطاطس المهروسة دي انا عاملاها للباتيه مع المجموعة اللي انا قلتلك عليها، اللي هي المجموعة بتاعت الخضار والجبنة الموتزاريلا وكده. تمام. هبتدي بقى ان انا اخد حبة حبة كده. ابدأ بالجبنة الموتزاريلا اللي بالبيفي والطماطم والفلفل والزيتون والجبنة الموتزاريلا البيضاء في الاخر، عشان لما تسيح عليها كلها يبقى كله مسك على بعضه. تمام. انا هخلص الكمية كلها
وبعد كده هوريهالك. هنا انا خلصت كل الكميه اهي، هحطها على جنب تخمر واكمل في بقيه العجينه اللي انا كنت لسه بعملها بتاعه الباتيه. هنا اخدت جزء من العجينه فردته كويس، وهبتدي الشكل ده اشكله كرواسون صغير. تمام، برضو بنفس الحشوه زي ما قلتلك. ممكن تفردي العجينه بالطريقه اللي انا قلتلك عليها دي، اللي انت تفرديها كمثلث كمستطيل وتقطعي مثلثات. وفي طريقه تانية برضو هوريها لك لفرد العجينه عشان تطلعي برضو منها مثلثات. شوفي الطريقه اللي تريحك وهتعملي بيها. دلوقتي هاخد بقى مثلث منهم وابتدي احط الحشوه اللي هي البطاطس المهروسه وعليها الزيتون وطماطم وفلفل وجبنه موتزاريلا. هحط لها الحشوه بتاعتها واقفلها من الجناب، واقفلها حلو من الجناب عشان الجبنه لما تسيح ما تطلعش. ايه يا لوزة عايزه ايه؟ معلش قطتي جاتلي قاعده معايا. بعد ما بخلص المثلث بيبقى هو ده شكله النهائي. هعمل واحد تاني برضو قدامكم، هقفل برضو من الجناب عشان الجبنه ما تطلعش من الجناب، وهفردها كويس العجينه كده واشد المثلث علشان خاطر يتمط كده معايا، وده بيبقى الشكل بتاعه النهائي. ده بقى الشكل اللي بقولك عليه الفرد العجينه. انا عملت عجينه دايره وقطعتها مثلثات بالسكينه، وكل مثلث باخده احشيه والفه. يعني دي طريقه فرد عجين تاني زي ما انا قلتلك. وبعد كده لما بخلص الكميه كلها بسيبها تخمر، وبدهن وشها بصفار بيضة وحبة لبن، وحطيت حاجة بسيطة كده من القهوة عشان زفرت صفار البيض، وهبتدي ادهن الوش كله. ده كده بعد ما خمرت، انا بدهن الوش بتاعه بعد ما هي خمرت. بكون مشغلة الفرن والشواية على درجة حرارة عالية عشان تستوي معايا بسرعة. تمام، دلوقتي انا هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم. دلوقتي الصاجين طلعوا معايا ما شاء الله، وعاملين كمية حلوة جدا بكيلو دقيق زي ما انت شايفة كده. ميني بيتزا صغيرة، كرواسون صغير، باتيه. يعني العجينة بقولك ان هي جميلة جدا. وبصي الطراوة بتاعتها، انا فتحت لك واحدة، بصي العجينة طرية ازاي، وبعدين بتضغطي عليها بترجع تاني بتتنفخ تاني، مش معجنة. لو معجنة ونية وكده هبص تلاقيها تلزق في بعضيها، لكن دي لأ. بصي العجينة هشة ازاي بتاعة الكرواسون او الباتيه اللي احنا عملناه سوا. بتمنى طبعا تجربوا العجينة دي وتقولوا لي رأيكم فيها، عشان العجينة دي تنفع لولادنا للمدرسة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اكبر عدد من الفيديوهات بتاعتي.